خلال مسيرة حافلة بالعطاء الفني شملت الكتابة والإخراج والتمثيل، ما يعكس تنوعا إبداعيا وتجربة غنية في مختلف مجالات العمل الفني. وخلال مسيرته قدم الفنان أسامة مصري مجموعة من الأعمال التي حملت رؤية فنية وإنسانية وأسهمت في إبراز قضايا وتجارب من الواقع المحلي بأسلوب فني مميز. في هذا اللقاء نسلط الضوء على محطات من مسيرته الفنية وأبرز أعماله والتحديات التي واجهها في طريقه الإبداعي. أهلا وسهلا فيك أسامة مصري. أهلين فيكي. بداية في هذا اللقاء طبعا تحكي لنا كيف بتحب الناس تعرفك وتعرفك مع انك اشهر من نار على العلم. والله انا من لدن الباشا. لا بس بالصحافه بسموني الطباخ. طباخ يعني اللي بطبخ المشاريع، بطبخ كمان انا يعني حقيقي بطبخ، بس انا بطبخ مشاريع فنيه ومهرجانات ومسرحيات وهذا كله بجمع هذا على هذا وبعمل اشياء جديده دائما. انا بسموني الطباخ مبتكر. هاي لقبي الكنية الحقيقية اسمي أبو السفير. أبو السفير المصري. والله فتخيلي أنت يعني، بس إن جد هاي الكلمة حقيقية، اسم ابن سفير يعني. بسم الله عن جد؟ سفير مصري. بدك تحكي كمان شيء؟ لا تسلم. بداية بدي أسألك أنا عن مدينة عكا العريقة. كيف أثر انتمائك لمدينة عكا على تجربتك الفنية وعلى نوعية الأعمال اللي بتقدمها؟ في علاقة؟ في علاقة مع الناس يعني مش مع الحجر. الناس بعكا معروفين أول إشي خفيفين دم، درويش يعني مش أغنياء عنا اللي شايفين حالنا هيك، ناس بسطة.